صباح الخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما في احسن حال. صباح الخير، صباح التوتر، صباح قولون. مش عارفه ماله النهارده، مش عارفه اتكلم. حاسه ان انا بقيت كتير ما صورتش ولا كل ده. ماشي، عندي امتحان النهارده، اول امتحانات. متركزوش مع الطرحه، مش لايقه خالص، بس اللي لقيته قدامي عشان انا صاحيه مش طايقه نفسي. الساعه دلوقتي 10:30، مفيش وقت للكلام ولا للرغي كتير. قولوا معايا، امتحاني هيبدأ الساعة 1، لازم اتحرك من البيت قبل 12 عشان اقل شيء اوصل قبل الامتحان بنص ساعة. مش هوريكم هلبس ايه، خليها كده الطقم اللي انا جبته ولبسته من غيركم مرة، بس خلينا نلبسه تاني مع بعض النهاردة. ماليش نفس افطر، ما ينفعش بقى اخرج من غير فطار. اخرج اعمل ايه؟ المهم نحط الصن بلوك بتاعنا ونرطب، نحط مسكرتنا، نظبط دنيتنا كده ونلبس وايه ونيجي. وقبل كل ده متنسوش تحطوا لايك. ورانا نايمة وكحة عادي جدا يعني في الخلفية. مش عارفة لفة الطرحة مش عاجباني ومش احسن حاجة، بس انا مش هغير لان انا غيرتها 3 مرات. دي مش مظبوط، بس في بودي تحت، يعني في بودي تحت ولون الجلد لونه بيج، فهو احنا لوننا جلدنا لونه بيج. المهم يعني وخلصت بشرب بس بقيت النسكافيه بتاعي عشان افوق واصحصح. رنا بتجيب لي الكوتشي بتاعي كله تمام. لا ده حطيه تحت هنا في الارض. انا متوتره والتوتر هيوجع لي بطني اكتر والقولون هيشتغل وحالتنا هتبقى حاله تمام. مش عارفه في الباب عشان الصوت يا رنا. ادعوا لي يعني بالله عليكم، يعني ادعوا لي كتير كتير كتير. مش عارفه اكمل معاكم تصوير الفيديو ده ولا لا، عشان انا النهارده بالذات مفيش شغف، مفيش اي حاجه. تمام معلش. هحاول اصور لكم بره، اصور مع اصحابي عشان اصحابي يوحشوني. المهم هتصور انا واصحابي يعني، ويا رب اتصور صور حلوه كده ليا لنفسي. تمام. وكده اهو ماشي. الساعه دلوقتي 11:27، المفروض ان انا البس وانزل يعني. انتي لابسه؟ خدي انتي كملي ده عشان انا خلاص عايزه انجز نفسي. هحط الروج وهلبس الكوتشي وهنزل. لبست الخواتم دي، الخاتم ده جبته جديد وريته لكم قبل كده، بس ده مش ستانلس، ده دهب صيني عادي. وده اللي ستانلس. فرنا بتقولي انت رايحه فرح؟ يبان لي كنا عامله فرح ام محمد، لكن والله ما فيه غير مسكره وبتاعه الحبيب واحط روج. خلاصهم وننزل مع بعض بقى. هنا بقى كنت طلعت وركبت توك توك، وادعولي لما اروح بعربيتي، يعني هي هتيجي امتى معرفش، بس ادعولي لما يبقى عندي عربيه اروح بيها. وخدت البوكلت عشان اراجع وانا راكبه العربيه، بدل ما اضيع حوالي ساعه، وفي شويه هيبقوا قبل الامتحان وكل ده. وقلت اوريكم شوارع النوباريه الظهر مش الصبح بقى، بجد بيبقى فيها اماكن تحفه. دي مدرسه البتران. الحمد لله وصلت بالسلامه. حوالينا ناس كتير، انا معرفش اتكلم ولا اصالح على حد، لازقه الكاميرا في وشي. المكتبه لسه مقفوله. قولوا معايا، فاضل لسه تلت ساعه الامتحان، محدش من صحابي لسه جه. صدقت قعدت في مكان مفيهوش شمس عشان اعرف اصور. الحمد لله. عملت ايه؟ الحمد لله. الامتحان مش وحش. البنات فين؟ البنات الامتحان المهم ما كملتلكوش. جت صاحبتي كلمتني وفضلنا قاعدين شويه مع بعض، ما يجوش 5 دقايق اصلا، وبعدين قاموا مشوا عشان يلاقوا مواصلات. المهم الامتحان كان حلو، الامتحان كان جميل وظريف وخفيف. صحابي قالوا لي هات نراجع، قلت لهم لا، مش عايزه اراجع مع حد بصراحه. لما ارجع بقى ارجع لوحدي.
بس معظم الاسئله جايه من الويتلس يعني، الحمد لله ان شاء الله خير، وربنا يوفقنا في اللي جاي. سلم بقى على باقي اصحابي واروح. النور والسرور على حبيبات قلبي. واستنى بس نشيل الدبوس اللي طالع ده. بصوا بقى، لقد عدت الى منزلي. حصل النهارده في اليوم كميه حاجات، بس طبعا معرفتش اصور يعني. طبعا لازم احكي لكم مواقفي والكوارث اللي بتحصل معايا، ودايما معظمها بتبقى في الموقف الصراحه يعني. استنى عشان ايه لسه عايزه اصور فيديوهات لما خلص نتغاضى عن صوت المكنسه اللي ماما مشغلها بره. بصوا، انا لما خرجت من هنا خرجت الساعه 11:30. طبعا مفيش لايف احكي لكم فيه لاننا واخدين بان، وانتوا مش راضيين تساعدوني وتشيروا اللايف وتعملوا كومنتات كتير عشان يتشال. اشتروا بس ان انتوا انتوا اللي مش مساعديني. فهحكي لكم هنا بقى. حلو. رحت الموقف. طريقي للكليه لما يبقى الطريق حلو والسواق ماشي بسرعه عادي، مش ولا ماشي على قشر بيض ولا بيجري، ممكن ناخد ساعه الا تلت. حلو. رحت لقيت عربيه ماشي من العربيات اللي هي القديمه دي، عارفينها. فرغم انها عاليه قوي وبيبقى صعب عليا ان انا اعرف اركبها، بس قلنا مش مشكله، واللي مضطر يركب الصعب والدنيا هتمشي وكل حاجه. بس صعب جدا ان انا ارجع ورا، يعني صعب جدا ان انا ارجع ورا. وغير كده انا نازله في الطريق، يعني انا بركب عربيات دمنهور من هنا لدمنهور، من النوباريه لدمنهور تقريبا 3 ساعات. انا ما باخدش ساعه في الطريق. ليه؟ عشان ما عديش الصحراوي، عشان صعب عليا ان انا اعدي الصحراء، فبركب دمنهور وابهدل فلوسي وما بهدلش نفسي واضحي بحياتي يعني. ففي بنت فاكره، كانوا بنتين، كانوا ستين، كانوا راجلين، مش هتفرق يعني يعتبر. ففي الكرسي التاني من ورا السواق، يعني الكرسي اللي ورا السواق اللي ورا على طول. فانا بسال في حد هنا، رد واحد واقف ورا العربيه قال لي ايوه انا. وما بصيتش ورا بقى مين راكب، يعني انا عيني ما جابتش ورا مين، بس الفكره ان العربيه صعب ان انا ارجع فيها ورا. المهم خدت جنب. جه السواق، رغم ان انا ممكن اتاخر على امتحاني، بس اعمل ايه؟ مش هعرف يعني. اساسا تغاضينا عن فكره ان انا هقعد ورا. قولوا لي بقى انا هركب اصلا، هطلع العربيه ازاي؟ العربيات دي ركوبها مستفز حقيقي، ركوبها مستفز والله. وقف تاني راجل كبير بشنطه، جت بنوته ركبت، قال لي ورا في الكرسي الاخير بقى. فبيقول لي ايه؟ والكرسي الاخير ده راكب بيركب فيه 4. فالسواق بيقول لي تعالى اركبي. قلت له انا مش هعرف. قال لي قلت له انا نازله في المكان الفلاني. قال لي ماشي هنزلك في الطريق. يعني هو بعيدا عن الفهم للمره المليون، العين مش جايبه ان انا تعبانه؟ يعني العين مش جايبه ان انا تعبانه قدام حضرتك طيب ولا ايه؟ ولا قدام اللي واقفين؟ اكيد شايفين يعني. ما قلت له انا مش هعرف اركب، انا مش هعرف اركب هنا، هيبقى عايزه حد يساعدني. فحضرتك انا هرجع ورا ازاي؟ هو برضو مقتنع ان انت ترجعي ورا واحنا هننزلك. هتشيلوني من شباك العربيه تنزلوني؟ طب يعني مش فاهمه. المهم فجي راجل كبير يعني في السن، اقسم بالله قد جدي. حلو. قال له تعالى ارجع ورا. راحت البنت اعترضت، لا حبيبتي احنا عايزين نخلص، هو مش هياكلك، راجل ست مش هتاكلك. ماشي. لا، الراجل اتحرج وخد نفسه ومشي، وما رضوش يركب. في الكرسي اللي قبل الاخير في مكانين فاضيين، بس ووضع ظهري يا جماعه والله مستحيل المكان كده، مستحيل اقدر اعدي منه يعني، ما تعقلش نهائي، ما مش هعرف اعدي. طبعا في اماكن فاضيه تانية بس في الكرسيين اللي ورا. فانت حضرتك كشاب، او انت كالاول كبنوته، لو سبت الراجل الكبير ده يركب جنبك كان ايه المشكله؟ ما حصلش اي حاجه. انت كشاب يلي واقف بره شايف ان انا تعبانه، المفروض ان انت راجل، يعني راجل. انا والله لو حد كبير ما انا راكبه وهسيبه يركب. تمام. ايه المشكله لو كنت رجعت في الكرسي اللي ورا؟ واقف عامل كده عمال يوصلي بقى كده، اللي هو خير حضرتك يعني؟ مش فاهمه برضه. عصبني والله، عليا شويه نظرات عصبني.
فايوه يعني انا ما اتكلمتش اصلا، انا اصلا مش عارفه اركب ورجعت لورا، ولا طلبت منك ان انت تركب ورا، ولا كلمتك. واقف عامل لي كده وعمال ايه ببصات كده، اللي هو بصات غبيه. فانا خدت بالي، فنظرة استحقار كده ولفت لهم وشي وسبتهم بقى يخربوا يعمروا ويموتوا حرين، مش راكبه انا العربيه دي. بصيت في وقتي لقيت لسه معايا شويه، لسه معايا ساعه و10 تقريبا. تمام. جه العربيه التانية، طبعا جه شباب كتير، اللي معاه 3 واللي جايين 6، فكلهم صحاب قاعدين يركبوا مع بعض. كانوا 3 مع بعض و6 مع بعض. طب دول صحاب رايحين نفس الكليه عايزين يركبوا مع بعض نفس العربيه، شيء طبيعي. جه راح السواق طبعا جت البنت اعترضت وراحت نازله من العربيه بقى خالص. جه السواق الغلبان يا عيني قال للتاني اللي بعده اعمل انت عربيتك ومش مهم، يعني هما بيمشوها دور بقى وحاجات كده. قال له ركب انت الناس. فجي قال انت والبنوته دي هتقعدوا قدام. قلت له طب معلش يا عمو انا مش هعرف اطلع برضو في الجنب في الكرسيين اللي كل الاحترام. قال لي خلاص مشي ليكي الكرسي هنا. قلت له بلاش الكرسي اللي وراك على طول عشان انا برضو رجلي مش عارفه اقعد. قال لي تمام. ركبوا الشباب، لقينا راجل، يعني انا جايه من قبل العربيه دي التانية الاولى ما اتحمل. جه واحد بقى طالع في النص كده راح ناطط في العربيه، لقيت انا لسه بقرب وده لقيته نط قاعد على الكرسي. اللي هو يا جماعه يعني راعوا ان في ناس تعبانه بجد. انتوا ايه ده؟ رغم ان في ناس تعبانه، يعني تخيل ده لو كان خبطني. يعني بجد يعني في حاجه اسمها رحمه، في حاجه اسمها نظر، في حاجه اسمها ان انت اسمك راجل. انا مش عارفه انا بزعلكم انتوا ما ذنبكوش حاجه والله، بس انا بحكي لكم يعني في حاجه اسمها انت اسمك راجل، ودي بنت او ست قدامك قاعد. انا واقف من بدري، السواق يقول لي يا استاذ انا حاجز لها الكرسي من بدري، دي واقفه من قبل العربيه دي ما تحمل. لا هو مش مقتنع. ايوه انا هروح فين برضو يعني؟ انا مالي؟ انا واقفه ساكته، كلهم رجاله ورجاله كبيره، ومش هطلع انا في النص، رغم ان انا اقسم بالله لو كنت اتكلمت عشان كنت جبت اخري منهم. وانا واقفه ساكته عماله ابص له كده، لا برضه يبص لي ايه من فوق لتحت كده. لا خير حضرتك، خير يابا، مالك مش عارف. المهم جت مكالمه للسواق ان هو يركبني في العربيه. هموت واعرف مين كلم السواق. راح جايب الراجل كده انزل تعالي اركبي. اللي هو انا مسكت ضحكتي بالعافيه، لا احسن تستاهل. قال له وهو بيتكلم قال له تمام اهي انا والله حاجز لها كرسي هتركب اهي. راح جايب الراجل من قفاه قال لي اركبي. الراجل كان هياكلني بس حقيقي ما هكمل لكم. الراجل كان هياكلني. حلو فاضل شاب والراجل اللي اتجاب من قفاه والبنت اللي اعترضت على العربيه التانية. راحت البنت قالت له ايه؟ لا انا مش راكبه جنب حد. رد الشاب قال لها طب بعد اذنك يا انسه كده بعد اذنك. راح راكب الراجل التاني جنبه واحنا ماشيين. انت كبنت من الاول كنت عديتي الموضوع كان زماننا مشينا ماشي. والتنح التاني اللي كان واقف ده عامل لنا فيها مش عارفه ايه برضه، مرضاش يرجع ورا في العربيه التانية ومشينا قبلهم برضه. سبحان الله. يعني انا بجد معظم المواقف الرخمه اللي بتحصل معايا في الموقف. طلعنا بقى اكلمك عن الامتحان حلو. انا لسه ما راجعتش على فكره، راجعت الجزء المقالي، لسه في جزء هنا ما راجعتوش، خايفه. في اسئله والله الدنيا تمام فيها، بس هراجع تاني سؤال واحده وبهدوء، وان شاء الله خير. ممكن يطلع عندي 1 أو 2، اتمنى ما يكونش في اكتر من كده، اتمنى. المهم خلاص امتحنا وطلعنا وقابلت صحابي وكل الحاجات الحلوه دي تمام. اللهم ذكرني. طلعنا بقى نركب، كان في حد متوفي. الطريق مفيش هنعدي ازاي؟ طريق زحمه ماشي. هو انا عملت حركه يعني انا معرفش. المهم ان انا عديت. انا لو فضلت واقفه والله ما كان يكفيني نص ساعه واكتر واقفه عشان اعرف اعدي الناحيه التانية، او ده واقفه شويه حلوين عشان نلاقي عربيه. عملت ايه؟
عديت من وسط العربيات، انا كده كده مش باينه، وانا كده كده كلي على بعضي قد كده اهو. عديت هاجر قالت لا مش هسيبك لوحدك، وعديت من وسط العربيات وهي واقفه. جه الراجل اللي هو بيظبط العربيات وهي واقفه كده، قال طب انتوا عديتوا من هنا ليه؟ قلنا له طب هنعمل ايه يعني. المهم قال طب تعالوا عدوا، وعدينا وفضلنا واقفين، والحمد لله لقينا عربيه. الفكره بقى ان كان واقف كميه بنات انقضوا على الراجل كده، يعني الراجل ملحقش يفتح العربيه وينزل منها بس. وطبعا اضطريت ان انا اركب مواصلتين بدل مواصله واحده، والحمد لله وصلت بيتي بسلام وتمام. معرفش انا واصله من امتى، بس انا هو انا دخلت صور بايه، بدات تصوير على طول. حلو دلوقتي بقى الساعه 4. الفيديو ده هينزل لكم امتى الله اعلم. انا رغيت كتير يا جماعه، شيروا الفيديو، اعملوا اشتراك، في اشتراك للقناه التانية، يا ريت تعملوا لها اشتراك عشان هنفتح عليها لايفات لو القناه دي ما عملتش قريب، لو طولت فيا ريت يعني تعملوا شير، تعملوا اشتراك لو مش عاملين اشتراك، فعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده. و اللهم ذكرني ايه تاني، كومنتات بقى، كومنت صلوا على النبي، قولوا رايك في الفيديو، اسالوني سؤال وهرد عليكم، كل ده والله كل التعليقات برد عليه، مفيش تعليق ما ردتش عليه، مفيش حد كتب لي كومنت واحد ما بردش عليه. فعشان ايه نشوف كده البان اللي احنا واخدينه ده يتفك امتى، عشان ارحمكم انا راغي في الفيديوهات، ما بقاش بكلم نفسي كده. حلو بس كده، واشوفكم رب دايما على خير وباحسن حال، وما تنسوش تحطوا كومنت 2 3 المره المليون على قد ما تقدروا. مع السلامه.